4 حاجات يخلّصوك من التهاب الحلق أو وجع الزور. أول حاجة هو التوم. التوم لو هتقدر إن أنت تاخد فص توم وبعدين تمضغه وبعدين تبلعه، هيخلّصك من كل البكتيريا اللي موجودة في البُق وموجودة في الزور. ممكن إن أنت تنقعه في مَيّة وتشرب منقوع التوم ده، تاخد المَيّة بتاعته تتغرغر بيه شوية وبعدين تبلع المَيّة دي، هتخلّصك من أي بكتيريا موجودة في الزور، وهتحسّن جدًا من التهاب الحلق والوجع الزور اللي بييجي في أدوار البرد. تاني حاجة هي الزنجبيل. الزنجبيل مضاد حيوي طبيعي وغني بمضادات الأكسدة، بيقوي المناعة بشكل كبير جدًا، بيخلّصك من أي التهابات موجودة في الجسم. ممكن نشربه لوحده زي الشاي، ممكن نضيف عليه ليمون ونشربه. تالت حاجة وهو ورق اللورا أو ورق الغار، بتغليه في مَيّة وبعدين تشربه، ممكن تضيف عليه قرفة وتشربه كحاجة مسكّرة شوية، أو إن أنت تضيف عليه بهارات وتشربه زي الشوربة بالضبط. رابع حاجة وهي الأكلات الغنية بفيتامين سي، زي الفواكه الحمضية زي البرتقان والليمون، أو زي الفراولة والفلفل الألوان والسبانخ. كل دول فيهم فيتامين سي عالي جدًا، بيقوي المناعة وبيقللوا التهابات الجسم بشكل كبير. وممكن نعمل مشروب فيه كل ده، ليمون وزنجبيل وورق لورا وننقع فيه فص توم وبعدين نشربه، هيقوي المناعة بشكل كبير جدًا وهيخلّي الجسم يتخلّص من أي التهابات موجودة، وكمان هيخلّيك تخف من أدوار البرد بشكل أسرع. قولوا لي في الcomment جرّبتوا إيه من الحاجات دي وفرقت معاكم؟